السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى لا فيديو ديالو ما يوصلكم ان شاء الله في تمام الصحه والعافيه. عرفتوا هذا لا فيديو شحال وانا كنحاول انني نديرو وباقي نفس العطب للاسف الشديد، كيف ما كيقول ولدي ملاقي ليا التليفون وما عرفت مالو. المهم انا غنحاول انني نصور باش ما عطل الله، لان هذا الفيديو دا تعطلت عليه بزاف المتتبعات طالبيني انني نكمل لهم الحساب الفلاليه ديال الكبار ونعطيهم المقادير وغادي نكملها لكم. المهم هو المفيد صافي، بلا ما تشوفوا فيا انايا الصوت في جهه والصوره في جهه. المهم التليفون عرفتي راه من قبيله وخارجه على ودكم وكل شيء باش نصور لكم الوصفه ونعطيكم المقادير اللي كانت باقه، ولكن للاسف الشديد عرفتوا ملي جيت نصور هذا لا فيديو هذا دار ليا بحال هكا. المهم قبلوا ليه، ودابا التماره كامله ديروا لنا واحد اللايك الله يرحم لكم الوالدين، لحقاش طفيتو وما خليت ما درت ومسحت لي زابليكاسيون اللي عندي غير باش نصور هذا لا فيديو. المهم كي قال تعاملوا معنا وراه ما كنربحوا والو. المهم كنعطيكم غير الافاده، هذا هو. ديروا لنا غير لايك راه ما كتخلصوش عليه، وكذلك ما كنتخلصوش حنا عليه، وكذا قالوا ديروا واحد التعليق. المهم كنت عطيتكم المقادير كامله، ولكن انا عطيها لكم دابا، كنت عطيتها لكم يعني المقادير اللي بغى يشوف الوصفه نخلي لكم، هنحاول يعني نبقى بعقله ونخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، وكذلك في تعليق مثبت باش تدخلوا وتشوفوا كيفاش عملت هذاك الخليط. ولكن انا غنعطيكم دابا المقادير هنايا يعني اللي ما محتاجاش صراحه، كنت درت لبنتي ديال الاطفال، دابا نعطيكم ديال الكبار. المهم كنحتاجوا كيف ما قلت لكم، انا هنعطيكم المقادير ديال 250 غرام. 250 غرام بغيتي تزيدي عليها راه كتزيدي المقادير، بغيتي تنقصي منها راه كتنقصي. عندنا 250 غرام ديال كاوكاو البلدي الاحمر، عندنا 250 غرام ديال الكركاع، عندنا 250 غرام ديال اللوز، 250 غرام ديال الكوك، نواه كوكو يعني الكوك، عندنا 250 غرام ديال اللان، عندنا كذلك 250 غرام ديال العدس البلدي اللي هو اللي كنديروا حنا يعني العدس البلدي المغربي، وعندنا 250 غرام ديال العدس الاحمر داك لورانج. عشان تجي كامل كنت دايرها في لا فيديو الاخر، لان هادشي كيدخل في تغذيه الاطفال. عندنا 250 غرام ديال الصوجه. بالنسبه للحسال الاخرى اللي حطيت لكم الاطفال، اللي كنتو تعطيها للولاد ما تعطيهم ديرلهمش الصوجه، كنتو ديروا للبنات ديروا الصوجه. المهم هذا هو يعني معدل وراثي، يعني كيعدل المهم شي حاجه بحال هكا، معدل جينيا ماشي وراثي. قبلوا عليا انا دابا معصبني التليفون صافي، قبلوا على الهضره ديالي. 250 غرام ديال الصوجه، 250 غرام ديال الحمص، 250 غرام ديال الشوفان، النفع وحبه حلاوه، 100 المهم واحد 5 دراهم حتى 10 دراهم مخلطين، يعني خلطوهم بجوج يعبروا لكم بحال هكا. يعني الا جينا نقولوا نقدروا نقولوا واحد 150 غرام، خليوها 150 غرام يا صافي، باش تكونوا 150 غرام ديال حبه حلاوه النافع مخلطه. زريعه القرعه كتباع حتى هي، غادي ناخذ واحد 20 درهم، واحد اللي حتى هي 150 حتى 250 غرام، حيت هي غاليه شويه. مع 20 درهم تيعطيك واحد الكميه لا باس بها. 250 غرام ديال الزنجلان اللي تيكون بلدي، لان تيكون ميدم كثر. 4 صغيره ديال الحلبه، كيقول 4 صغيره ديال الحلبه هي 150 غرام. اللي ما كيعجبوش المذاق ديال الحلبه ينقص من ديك 4 صغيره، ولكن الحلبه راه عندها واحد الفوائد عظيمه جدا. انا غادي نقول لكم شنو تدير هاد الحصه وشنو دارت الناس اللي عطات ليهم. انا نقول لك دابا عندي ومن بعد وكمل لي معايا. كنعرف واحد السيده كنعرفها، عطيتها لها كترضع، درت لها الحليب، بقى يلا في البدايات يلا بدات تاخذها، درت لها الحليب لبنتها. 4 ديال الحب العزيز، كيتباع هادشي كامل تلقاوه عند العشاب، يعني ما غاديش تلفوا هادشي كامل كيبيعوا. عندنا ملي كنقول 4 هي 250 غرام، 250 غرام صغيره ديال الكتيره، 250 غرام 4 صغيره 4 صغيره، 150 غرام ديال الكتيره، 150 غرام ديال الكتيره، 150 غرام ديال البكبوكه. الطريقه الكتيره كتمسحوها وتطحنوها، البكبوكه كتفزقوها ليله كامله، لغد ليه كتحيدوا لها ديك السوس بحال البطاطا، بحال كتنقيو شي بطاطا كتنقيوها كتقطعوها طريفات وكتشمشوها في الشمس، اولا كتسخنوا الفران وتطفيو عليه حتى كتيبس وكتطحنوها كتولي بودر. فين هي البكبوكه؟ ها هي
150 غرام ديال حب الغاز، واللي ما لقاش حب الغاز يدير النبق. المهم طحنوه حتى هو بالعظومه ديالو، هادشي كامل كطحنوه عند مول الهري، راه كيطحن لكم هادشي. المهم انا غادي نقول لكم كيفاش طريقه الاستعمال. باكيه ديال سيريلاك ديال القمح، ونص كيلو حتى الكيلو ديال الكوفيه، من نص كيلو حتى الكيلو ديال الدقيق الكوفيه، حتى هو كتلقاوه عند، المهم يقلبوا عليه راه تلقاوه. بالنسبه للناس ديال سيدي قاسم راه كاين عند محسن. باكيه ديال سيريلاك ديال الكوفيه 20 درهم مخلطه. انا كنعطيكم المقادير هنا صغيره، الكونتيتي اللي انا عندي كبيره، يعني كنعطيكم واحد الكونتيتي اللي غد صغيره اللي تقدروا ديروها في الدار ديالكم. داكشي سجلت لكم بان تلقاو الحاجه 20 درهم، تلقاو راه كتكون كميه كبيره. 20 درهم مخلطه ما بين زريعه خيزو، زريعه الشمندر، زريعه المعدنوس، زريعه الفصه، زريعه الكرافس، الكوزه الصحراويه. كتاخذوا واحد 5 دراهم وكتنقصوا منها، كتنقصوا من ديك 5 دراهم، ما ديروهاش كامله. هاد 20 درهم اللي قلت لكم مخلطه ما بين زريعه الخيزو، زريعه الشمندر، زريعه المعدنوس، زريعه الفصه، زريعه الكرافس، كتاخذوها مخلطه وكتنقيوها بطبيعه الحال وكطحنوها حتى هي. المهم انا غنعاود نقول لكم شنو غديروا لهذا الشيء هذا. كنحتاجوا زيت الزيتون، العسل الحره، والشوكولاط الاسود داك ديال السطيله ولا نوتيلا اللي بغيتو نتوما. شنو تنديروا؟ كاوكاو الاحمر كيتطحن بقشور وكيتحمر وكيتطحن بقشورو. انا نقول لكم الطريقه اللي غادي ديروا باش غادي تجيكم سهله. غتحمروا كاوكاو، الكركاع، اللوز، الكوك، يلان، العدس البلدي، العدس الاحمر، الصوجه، الحمص، الشوفان، النافع وحبة حلاوه هما شويه كدوزوهم، زريعه القرعه، الزنجلان حتى هو كتحمروه، الحلبه حتى كدوزوها في المقله، هي الحلبه ما تخلطوهاش مع المكونات. المكونات اللي حنا اللي ذكرت من غير الحلبه ويلان كيتحمروا كيداروا بوحدهم، يعني تتحمريهم شي شويه، تحمري يلان شي شويه ديريه بوحدو وتسخني شويه الحلبه وديريها بوحدها. انا غنقول لكم علاش. عندنا حب العزيز حتى هو كدوزيه شويه، الكثيره حتى هي كتدوزيها شي شويه، كتمسحها وكدوزيها شويه وطحنيها. عندنا البكبوكه خلاص راكم غادي تسخنوها في الشمس وديروها في الفران، راها كتسخن وكتطحن. عندنا الكوفيه خلاص والسيريلاك هذوك راه ما يتحمروش. هذوك الزرارع 20 درهم ديال زريعه الخيزو والشمندار والى اخره، هذوك حتى هما غادي تحمريهم شي شويه وطحنيهم بوحدهم. عندنا الكوزه الصحراويه طحنيها بوحدها. هذاك المقادير الاخرى اللي قلت لكم غتطحن بوحدها. عندنا حب العزيز، عندنا حب العزيز او النبق اللي لقيتو، حب العزيز، الزرارع اللي عطيتكم ديال زريعه خيزو داكشي بوحدهم، عندك الحلبه وعندك يلان لانهم كيخليو الحب هادو خصك تغرب ليهم باش ما يكونش عندك حبيبات اللي غيفسدوا لك الوصفات ديالك. اما الاخرين كتقدري انك تطحنيهم مزيان عند هذوك اللي كيكون عندهم طحانه، كتطحنوهم وكتخلطوا هذا الشيء هذا كامل باش بزيت الزيتون، العسل والشوكولاط. كديروا العسل بطبيعه الحال وزيت الزيتون هما الاولين. مثلا هذا الشيء هذا كامل تقدروا ديروا فيه نص سيترو ديال العسل ونص سيترو ديال زيت الزيتون وتخلطوه مزيان. والا كنتو شايفين ان خصو الحلاوه تزيدوه، ولكن ما تنساوش انكم راه تضيفوا الشوكولاط الاسود ديال الطاسه حتى يتخلط لكم هذا الشيء يجي معلك، وحطوه في لي بواط وتبقاو تاكلوا 2 معالق مور كل وجبه، 2 معالق كبار من مور كل وجبه. تبعوا هاد الحصه وردوا عليا الخبر، راه كتغلط كتصحح وما فيها لا سيرو ولا حتى شي حاجه. انا كنصحكم ما ديروا لا سيرو ولا حتى شي حاجه. بالنسبه لي بغى يترزق الله يستعملها بالصحه والراحه. يلا نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وبارطاجيو الوصفه مع الناس لانها كتباع غاليه. وهاد المقادير هادو كيصاوبوا لكم كميه كبيره وكيدوزوا لكم وقت اطول من هما تصاوبوها في الدار ديالكم احسن.